الله الله على الفطير وجمال الفطير. ما تيجي بقى نشوف كده، نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. عايزه اقول لكم ان والله العظيم فطير مشلتت بيتي طعمه رهيب بجد، وكمان عملت منه الفطير الشرقي حاجه كده كان تحفه. عملته غدا للولاد، والفطيره دي بقى كده كانت حاجه روعه. عايزه اقول لكم ان اقسم بالله شكل وطعم كل حاجة تحفة بجد. تعالوا نشوف بقى هنعمل الفطير ده بطريقة سهلة ومن غير ما نورق ولا نعمل اي حاجة خالص. هو نص معلقة كده من الملح هننزل بيها، وهننزل بحوالي كده معلقه ونص من السكر. ايوه، وما تخافيش انك تحطي السكر وتقولي ده هيلون بسرعه، لا خالص حطي السكر، لان بجد لما ما بتحطيش على الفطير سكر بيبقى ملوش طعم خالص. وهنعمله كمان فوق في البوتاجاز، مش هنعمله في الفرن خالص. حاجه كده جميله جدا جدا. هنقلب بقى كده كله مع بعضه كده، وهنجيب ميه. على فكره دي ميه عاديه، دي ميه كده عاديه من الحنفيه، لان احنا طبعا في الحر والميه اساسا في الحنفيات سخنه. فهنحط ميه من الحنفيه عاديه، وهنحط بقى بالتدريج حبه بحبه علشان العجينه ما تسحش مننا. لايك وشير وسبسكرايب لابسط طريقه مع ام هيا. ويلا بينا بقى علشان تشوفي الجديد. لو مش مشتركه في القناه يا ريت تشتركي في القناه وتشرفيني كده، وتقولي لي انتي من انهي بلد علشان نتشرف بيكي كده ونرحب بيكي. هنعجن العجينه دي، عجينه الفطير دي من اسهل العجائن اللي الناس بتستصعبها. احنا النهارده هنعملها بطريقه سهله جدا، وهتقومي كل يوم تعمليه للفطار وللعشاء للولاد. تاكليه جنب الجبنه، تاكليه جنب العسل وطحينه، تاكليه والله من غير حاجه خالص، بيبقى طعمه لذيذ جدا جدا. وهنعمله بطريقه سهله جدا، لو لزقت في ايدك ولا يهمك خالص. انا بس حطيت شويه ميه زياده، عوضتها بشويه دقيق، وعوزتي بس ايدي زيت، وجبتي بقى الصينيه دي، وهاتي جنبك كده بقى شويه ميه، وبلي ايدك ميه واعجني العجينه دي. كل ما تلاقي العجينه لزقت معاكي بلي ايدك شويه ميه واعجني، وما تستخسريش فيها اي حاجه. وبما اننا بقى في الاجازه فيعني الولاد مطلعين عينينا ضعف الاضعاف، وطبعا ما فيش حد ما عندوش مشكله. فاي حاجه بقى ادي في العجينه دي، ودي طاقتك كلها في العجينه دي. قعدت ادعك فيها وودي فيها لمده تلت ساعه. خلصتها كده بالمنظر ده لحد ما بقت معايا عاملة زي الملبن، هنشوفها دلوقتي. عملت كده بقى البولة، حطيت لها نقطة زيت من فوق ومع العجينة، وهنغطيها نريحها بس شوية يعني في خلال مثلا ربع ساعة كده. احنا في الصيف اصلا. بصي العجينة سايحة ونايحة على نفسها ازاي، جميلة جدا وبتزحلق معاكي والدنيا ماشية تمام التمام. بصوا العجينة ما شاء الله ناعمة وجميلة جدا وعاملة زي الملبن فعلا. قسمنا العجينة نصين. طبعا انا عاملة كيلو من الدقيق. كيلو من الدقيق هياخد معايا ربع كيلو من الزبدة. هنعجن الزبدة دي، ممكن تضيفي عليها شوية زيت، ممكن تضيفي عليها شوية زيت، ممكن نضيف عليها سمنة بلدي. تمام، انا اشتغلت بسمنة بزبدة عادية خالص، يعني الزبدة مش بلدي يعني. هنفرد العجينة دي، وهعملها لك بطريقتين. ممكن تفرديها للاخر خالص، وفي تلك الاحوال هنعملها رول بطريقة سهلة ومش هتاخد مني اي وقت خالص. مش بتعرفيش تفردي زي كده، مش مشكلة خالص، هنفردها بطريقة حلوة قوي برضو، مش هتحسي ان انتي تعبانة فيها خالص. هنحط بس معانا كده الزبدة ونعمل الرول الجميل ده اللي هيسهل علينا لفة الفطير. اللي الناس كلها بتقول يا اعمل فطير في البيت، لا اعمل فطير والجو حر، لا. طب انتظري مني اقوى فيديو بقى، هيكون فيديو حلو قوي بطريقة سهلة. يعني بجد هتعملي الفطير ده في ثانية. يعني بلاش تكدبي يا ام هي وتقولي في ثانيه، لا. بصوا هنعمل فطير بطريقه حلوه قوي ان شاء الله قريب جدا جدا. بس انا حبيت بقى انزل لكم طريقه الفطير علشان كل سنه وانتم طيبين. يعني في ناس كده بتحب في راس السنه الهجريه تعمل فطير بقى ونعمل مخبوزات. يعني ربنا يحسن ما بين ايديكم ويجعلها سنه سعيده مباركه عليكم، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا انا الجزء الثاني
فردته زي ما انتم شايفين كده. طبعا التاني لفيته رول وقطعته على 6 قطع، تقدري تقطعيه على 4 قطع لو انت عايزة الفطيرة كبيرة. انا الفطيرة كنت عاملاها صغيرة فعملتها على 6. ده رول صغير اصغر من التاني فقطعه على 4. الفطاير طلعت مع الفطاير طلعت معايا 7 فطاير. 6 و4، لا طلعت تقريبا عشان انا حطيت 2 في بعض فطلعت تقريبا 7 أو 8 فطاير، لان انا كمان هنعمل في الاخر كده فطير شرقي حلو قوي هيعجبك جدا. هنفرد بقى كده بعد ما عملنا الرول وقطعناه وكورناه وريحناه لمدة 10 دقايق. هنفرده بقى كده، ولو حسينا ان هو مفيهوش حته ما فيهاش زبده ولا حاجه هنحط لها زبده ونطبقه تطبيقة الظرف كده. بصوا مفيش اسهل من كده، ولا كمان هنحط في فرن ولا اي حاجة خالص. هنعمله من فوق البوتاجاز يعني، وانت واقفة كده هتعمليه باذن الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. وبشكر اي حد جديد دخل عندي القناة، بجد بشكركم جدا جدا. خلاص قفلناها زي الظرف كده وعملناها بكورة، وجبنا بقى الصينية ودهناها طبعا زبدة وحطيناها نريحها شوية. بعد ما هنريحها بقى هنعمل اللي بعديها ونريحها برضو، نخلص الكمية اللي معانا ونروح بينا على البوتاجاز. كده بقى يا حبايبي هنخلص الكمية كلها وهنروح على البوتاجاز. طبعا لازم في كل خطوة نريح الفطير، هيطلع معاكي فطير مورق فلاحي جميل جدا. زي ما قلتلك لو عايزة تضيفي عليه اي نوع من السمنة ضيفي عادي خالص، ما فيش مشكلة. الموجود عندك سمنة، عندك زبدة، ضيفي. والزيت طبعا ده يعني بيطلعه مورق معاكي، بس ما تكتريش منه علشان ما ينشفش معاكي الفطير. طبعا لو انت طبعا مادام احنا بنسويه من فوق ما بنحطش من فوق الوش قشطه ولا حاجه، لكن انت لو تسويه في الفرن حط من فوق الوش كده قشطه، هيديكي طعم وتوريقه حلوه جدا. طبعا الفطير من الحاجات اللي مش عايز يقعد على النار كتير علشان ما ينشفش معاكي، وده من عيوب الفطير لما بينشف معاكي. وكمان هقولك تعملي اول ما تخرجيه عشان يبقى طري معاكي وجميل لاخر واحده عندك. بصوا الفطير ما شاء الله طالع حلو ازاي وجميل، بسم الله ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم. والله لو عملتي نص كيلو هيبقى يعمل لك كده 3 فطاير وسط او فطرتين حلوين كده، هيبقى معاكي حلو قوي. لو كل يوم يعني كل ما تعوزي، مش كل يوم طبعا، اكيد مش كل يوم في الحر هنقف نعمل فطير يعني لا بس بجد جميل جدا ومسلي. بصوا بقى احنا هنجيب دلوقتي. انا طلعت اول فطيره اهي، جبت كيس بلاستيك او كيس يعني التلاجة، فتحته كده وحطيته كده حطيه افرديه في اي في صينيه ولا اي حاجه، وحطيه عليها وغطيه بكيس تاني برضو، تفتحيه وتغطيه وتحطي بقى طبقات كده علشان الفطير يعرق معاكي، ولا تحطي له بقى ميه ولا الافتكاسات اللي احنا بنشوفها دي، لا خالص. بصي والله العظيم الفطيره جميله وطعمها بجد تحفه. بصوا عملت لكم برضو واحده مربعه اهي، لو عايزه تعمليه بشكل مربع هتعمليه برضو بالشكل اللي انت عايزاه. والله طعمه تحفه وجميل جدا. عايزه اقولك ان ريقي جري عليه تاني، لان انا كنت عاملاه من كام يوم وكنت عاملاه لكم قبل كده على فكره بنفس الطريقه. هنا بقى لقيت عندي بدور ودعبس كده في الفريزر، لقيت عندي كام واحده سوسيس، قلت لهم تعالوا ده وقتكم. فروحت بقى عامله لهم فطرتين شرقي كده محترمين يتعشوا بيهم ويتبسطوا ويلعلعوا. فبصراحه كان طعمهم حلو جدا. لو انت عندك بقى اي حشوات فايضة، حتى لو عندك مثلا فراخ من الولاد مش عايزين ياكلوها، عندك حتة بانيه حتى، والله ولو شريحتين بانيه وعملتيها وحطيتي عليها شوية بصل كده زي الشاورما، وحطيتي عليها قرنين فلفل وعملتيها، والله لا تبقى احلى بيتزا. عندك بقى موتزاريلا حطي، ما عندكيش خلاص. انا بصراحة ما كانش عندي موتزاريلا فما حطيتش، فعادي خالص. بكمل بقية الفطير كده، كل ما يرتاح معاكي هيديكي نتيجة احلى، بيتقطع منك ما تقلقيش خالص. انا كنت بحط الفطير الشرقي ده واحدة جوه واحدة عشان تبقى مليانة ومدملكة كده وبنت ناس وتملى العين كده. بصوا يا سلام يا سلام يعني. بصوا اديني فرن كده وقعدوني قدام الفرن، ما تشيلونيش يا ولاد بس هتولي عجان بقى عشان دراعي
يلا بقى متنسينيش في اللايك الجميل، لان انا سهرانه عشان اعمل لك الفيديو دوت، علشان ايه تصحي من النوم كده تلاقيه وتتشجعي وتقومي تعمليه. والله تعمليه غدا، تعمليه عشاء، الجو حر وبيحب اصلا الاكلات الجميله دي. بصوا ادي الفطير الشرقي وعملناه فوق البوتاجاز من غير فرن ولا بهدله ولا اي حاجه. ايه رايكم بقى؟ عايزه رايكم بجد بقى في الكومنتات، وعايزاكم تلعلعوا معايا شويه كده وتشيروا الفيديوهات كده لاصحابكم وحبايبكم علشان يوصلك ويوصل لهم كل جديد وتستفيدوا، كلنا نستفيد. اي معلومة بنقولها بنفيد بعض بيها. لو انت عندك معلومة اكتبيها لي في الكومنتات تفيديني بيها، ولو انا عندي معلومة اكيد مش هستخسرها فيكي. يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. بصوا عايزة اقول لكم بس دي اتقطعت من الطرف كده، بس والله فطير كان ايه مورق. بصوا اهو ده بقى انا حطيته كده كان بيرد وحطيته كده ايه على بعضه اهو. بصوا بالشكل ده كان بقى الايه الفطير الشرقي، حاجه كده ملعلعه وحاجه كده ايه جامده فاخر من الاخر زي ما بيقولوا بالظبط. يلا بقى قوليلي استاهل اللايك الجميل بعد وقوفي في الحر والايه البهدله ولا ايه؟ يلا بقى مستنيه رايك في الكومنتات، وقوليلي عايزه اعمل لك ايه تاني وانا اعملهولك، وقوليلي رايكم برضو في الجولات اللي انا بعملها علشان خاطر يوصل لكم مني كل جديد. مستنيه تفرحوني بكومنتاتكم. باي باي.